تنظيم كأس العالم 2030 ولا قريب بزاف من المغرب أكثر من أي وقيته أخرى. وإلا كان المغرب فعلا غادي ينظم كأس العالم 2030، فشنو هو أول حاجة غطيح لك في بالك؟ التيرانات هما هادو. كاين اللي كيسحاب ليه باللي المغرب مقدم ملف الترشيح ديالو مع اسبانيا والبرتغال بالتيرانات اللي كاينين دابا، بحال دونور ومولاي عبد الله في الرباط بالمواصفات اللي كاينين فيه دابا، وطنجة وفاس ومراكش واكادير. تيرانات انا متاكد الا شفتيهم انت ولا انت غادي تصدم. تيرانات نقدروا نقولوا عليهم انهم احسن من التيرانات ديال قطر في 2022. التيرانات اللي انا براسي من شفتهم فريمون ما تيقتش باللي المغرب غادي يبني هاد التيرانات بهاد المواصفات وهاد المعايير العالميه. هاد الفيديو غيكون تتمه للفيديو اللي درنا قبل على تنظيم كاس العالم 2030 في المغرب والحظوظ ديال المغرب في هاد الترشح ونقاط القوه ديال المغرب. داكشي كان بالدليل وفيديو كان فيه بزاف ديال المعلومات. اللي مازال ما تفرجش فيه غنخلي لك اللين ديالو في الديسكريبشن، دخل وشوف الفيديو مهم بزاف. كندوي فيه على التفاصيل ديال ترشح المغرب بشراكه مع البرتغال واسبانيا. الفيديو ديال اليوم حتى هو فيه بزاف ديال المعلومات وغنمشيو كاملين نضربوا دويره نشوفوا التيرانات اللي غادي تبناو في المغرب وغتبدا الخدمه فيهم من بعد الاعلان المباشر على ان المغرب غادي ينال شرف تنظيم كاس العالم 2030. التيرانات صراحه اقل ما نقدر نقول عليهم انهم فوتكا. والتيران المفاجاه اللي غنكتشفوه في الاخر ديال الفيديو اللي فغيمون انا صراحه صدمني بزاف، ما قدرتش نتيق ان المغرب غادي يدير بحال هاد التيران. حاجه وحده غنقول لكم عليه هو انه ملعب قابل للتفكيك. يعني تخيل معايا ان المغرب غادي يبني تيران قابل للتفكيك. كيف العاده قبل ما نبداو الفيديو حاجه وحده اللي غنطلب منكم هو انكم ديروا اشتراك في القناه عاد باديه محتاجه للدعم ديالكم بزاف. لهذا ديك البوطونه الحمراء لتحت رجعها قري، دير ابوني جاي من الفيديو وخلي معاك شي كومونتير نعرف الفيديو واش عجبك ولا لا. يلا نبداو. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال التيرانات اللي غيتنظم فيهم كاس العالم 2030 في المغرب، غنشرح لكم واحد الحاجه اللي لحد الان حتى شي واحد ما دوى عليها في شي فيديو ولا شرح للناس هذا الشيء اللي غادي نقول. كيف كيعرف كل شيء فرا المغرب مقدم بملف مشترك مع البرتغال واسبانيا. هذا الشيء كيعني ان المباريات ديال كاس العالم 2030 ما غتلعبش كلها في المغرب. اجي نشوفوا جميع التوزيع الجغرافي ديال المدن اللي غتستضيف كاس العالم 2030. البرتغال غادي تستقبل فقط في جوج ديال المدن كل من لشبونه وبورتو، واسبانيا مشاركه بسته ديال المدن باش تستضيف كاس العالم 2030. هاد المدن هي مدريد، برشلونه، اشبيليا، بيلباو، سان سيباستيان، فالنسيا. والمغرب كانت عنده حصه الاسد من المدن المستضيفه لكاس العالم 2030. هاد المدن كتعتبر كبرى المدن في المملكه المغربيه الاخوه، اللي هي وجده، الرباط، فاس، طنجه، مراكش، اكادير وكازا. الملعب الاول اللي غادي نشوفوه بصراحه معايير عالميه في مدينه وجده، ملعب اقل ما يمكن عليه انه غادي يكون تحفه فنيه مغربيه من الطراز العالي. الطاقه الاستيعابيه ديال الملعب غتكون هي 46 الف متفرج وتكلفه غتوصل ل 47 مليون دولار، يعني 47 مليار مغربيه. ملعب مدرجات كلها مغطاه، يعني غيكون مغطي كامل من الفوق ومستوحى من فكره العمامه المغربيه يعني الرزه. زائد انه غادي يكون اول ملعب في افريقيا كيعتمد على الطاقه المتجدده، وغادي يكون في السقف ديالو صفائح كتعتمد على الطاقه الشمسيه. بالنسبه للملاعب ديال الرباط، طنجه، اكادير، مراكش، الملاعب اللي فيها غتعرف اعاده الهيكله واعاده الترميم. البدايه غتكون من ملعب ابن بطوطه بطنجه. اول حاجه هو الطاقه الاستيعابيه ديال الملعب غتزيد من 45 الف متفرج ل 65 الف متفرج، والتيران كله غادي يولي مغطي من الفوق. زائد دوك المضمار ديال السباق ولا كيما كيقولوا عليهم ارضيه المطاطيه غيحيدوها وغادي يزيدوا فيهم مدرجات، وغيولي التيران بحال التيرانات ديال الانجليز، غيولي الجمهور قريب من ارضيه الملعب. مركب الامير مولاي عبد الله حتى هو نفس البلان ديال ابن بطوطه في طنجه، غادي يولي التيران كامل مغطي من الفوق. زائد ازاله الارضيه المطاطيه اللي كيكون فيها مضمار ديال السباق الالعاب القوى، وغيولي والكراسه ديال التيران حتى هما غيتبدلوا. زائد ان الجنبات ديال الملعب غتعرف انشاء مقاهي ومراكز تجاريه، والتكلفه ديال هذا الشيء هي 54 مليار درهم. اكادير والتيران ديال الادرار، هاد التيران حتى هو غادي يتغطى من الفوق كامل، غير هو كاين الفرق شويه بينه وبين الملعب ديال ابن بطوطه في طنجه والامير مولاي عبد الله في الرباط. التيران غادي يتغطى ولكن غادي يتغطى بواحد الشكل رائع، غادي يتغطى بواحد الخيمه من الطرز المغربي كتعبر على الثقافه المغربيه في الطرز.
الملعب الكبير في فاس صراحه ملعب في مدينه كبيره وملعب كبير، خاص ضروري انه يترمم وتم اعاده الهيكله ديالو. لحد الان كيقولوا ان التيران غيتغطى كله وغادي يتم ازاله المدرجات ديال العاب القوى من التيران، وغيولي شبيه بملعب الانفليد في ليفربول، لحقاش غيوليو فيه بزاف ديال لي زيتاج في التيران على حساب ما كيقولوا حاليا. مراكش والملعب الكبير ديالهم غادي يكونوا واحد الحاله خاصه، لحقاش النصف ديال الملعب غادي يتم الهدم ديالو وغادي يتم تطويره من جديد. التكلفه ديال تطوير ملعب مراكش الكبير وصلت ل 85 مليون دولار، يعني 85 مليار مغربيه. التيران غادي يكون معتمد على الطاقات المتجدده حتى هو وقابل للتفكيك. هادشي كامل كان المغرب متقدم به في ملف الترشيح 2026، ودابا غادي ندوزو لجوج ديال التيرانات اللي كيتبناو في كازا ومقدم بهم المغرب في ملف الترشيح ديالو. صراحه جوج ديال التيرانات بمعايير جد عالميه، وملي كنقولوا ان المغرب غيبني تيرانات احسن من ديال قطر، فراه جوج ديال التيرانات محال واش كاينين في قطر. الملعب الاول غادي يكون في منطقه بن سليمان، وغادي يكون هو الملعب الكبير ديال كازا، وغيتطلق عليه رسميا الملعب الكبير للدار البيضاء. التكلفه ديالو كانت هي 404 مليون دولار، يعني 404 مليار مغربيه، والمساحه ديالو كتجاوز ل 50 هكتار. ملعب بمواصفات عالميه والطاقه الاستيعابيه ديالو كتوصل 93 الف متفرج. راه في قطر كان اكثر ملعب بطاقه استيعابيه وصل ل 83 الف متفرج، هو اللي تلعب فيه الفينال ديال الارجنتين وفرنسا، يعني شي حاجه الهربه. 93 الف متفرج في المغرب، في الدار البيضاء، الرجاء، الوداد، البلباله، يعني شي حاجه ما يمكنش. التيران الثاني اللي كاين في كازا الصراحه ملي انا شفتو فريمون تصدمت وقلت واش بصح باللي المغرب غادي يبنيو بحال هاد التيران اقل حاجه تقدر تقول عليه هو انه تيران بمواصفات عالميه. قيد معايا، التيران غيكون في منطقه زنات، تيران قابل للتفكيك، زائد ان التيران صديق للبيئه، يعني المواد اللي مبني بها كامله صديقه للبيئه، والطاقه الاستيعابيه ديالو غتكون هي 43 الف متفرج. يعني فرع المغرب غادي يبني تيران قابل للتفكيك في منطقه زناتة اللي معروفه في المغرب انها هي المدينه المستقبليه ديال الدار البيضاء. حتى لهنا غادي يكون الفيديو ديالنا سهله. بغيت كلشي يعطيني الراي ديالو في لي كومونتير على شكون هو التيران اللي عجبو، باش هكا نعرفوا شكون هو التيران اللي حرز على نسبه تصويت عاليه. تهلاو.